أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء على قناة الأزرق سبورت. سنتكلم في هذا الفيديو عن موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024، وذلك تابعونا للمزيد من التفاصيل والتحليلات حول هذا اللقاء المهم، ولكن فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 ويوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 على ملعب هزاع بن زايد، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7 بتوقيت مصر والسعودية و8 بتوقيت الإمارات. أما القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت، تحظى مباراة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 بالعديد من محطات النقل، أهمها قناة بي إن سبورت المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكات قنوات السي السعودية. كذلك يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات الكاس. أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية. من هو معلق مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024؟ شبكات قناة بي إن سبورت أسندت المباراة إلى عصام الشوالي، بينما يعلق على قنوات السي السعودية فهد العتيبي ومدحت شبيلة، فيما يتولي خليل بلوشي التعليق على قناة الكاس. وبالنسبة لأبو ظبي الرياضية في المباراة بتعليق عامر عبد الله، هذا بجانب إذاعة المباراة على قناة الربع العراقية بتعليق عباس الزركاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشاركونا توقعاتكم للمباراة في خانات التعليقات.